دكتور، هو ممكن الارتجاع اللي عندي بقاله 30 سنة ما يطلعش في الآخر ارتجاع؟ تابع معايا حكاية مدام روحية، ازاي اتشخصت والأهم ازاي اتعالجت. دكتور أحمد جلال، دكتوراه أمراض البطنة جامعة الإسكندرية، عضو وزميل الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي. مدام روحية 55 سنة، كانت تشتكي من ارتجاع في المريء، راحت لدكاترة كتير جدا، خدت علاجات كتير جدا ومفيش فايدة. أول خطوة وأهم خطوة نحلل أعراضها كويس جدا. سألتها الحموضة عندك أخبارها إيه؟ بتجيلك كام يوم في الأسبوع؟ بتضايقك؟ بتقومك من النوم؟ قلت يا دكتور أنا الحموضة ما عنديش، أنا الحموضة عندي بسيطة قوي أو ضعيفة قوي. أنا أكتر حاجة بتضايقني إن الأكل بيرجع في زوري، ممكن أشرق وأنا نايمة. هنا فهمنا إن ده مش ارتجاع حمضي، لا ده ارتجاع للطعام. هي فاكره ان ارتجاع الطعام هو ارتجاع المريء، لا ده حاجه وده حاجه. بدانا نفكر في ايه؟ بدانا نفكر في امراض زي حركيه المعده، مرض الاكاليزيا، وده من اهم الامراض اللي ممكن تعمل كده. وكمان حركيه المريء يبقى فيها مشكله. المرض الثاني عندي ضيق في المريء نتيجه قرحه، نتيجه حاجه في المريء بقى ضيق، فالاكل ما بقاش يعدي. عندي جيب في المريء، وده مرض اسمه زنكر دايفرتيكولوم. جيب بيجمع الاكل في المريء من فوق، فبيضغط على المريء فيخلي الاكل ما يعديش، او لا قدر الله ورم في المريء. فمهم جدا نشخص. اول خطوه لازم نعمل منظار معده. منظار المعده هو اللي هيقدر يشخص هي عندها ايه. منظار المعده ده اجراء بيتم عن طريق الفم، العين بيبقى نايم مش حاسس بحاجه، نخش عن طريق الفم. لما دخلنا في المنظار اول حاجه لقينا اكل متجمع كتير جدا في المريء، كده في حاجه ساده تحت بتخلي الاكل ما يعديش. نزلنا تحت عند العضله السفليه للمريء لانها منقبضه لا تسمح بمرور الطعام. دخلنا المعده، واهم حاجه لما ندخل المعده نعمل حاجه اسمها ريتروفليكشن. ريتروفليكشن يعني يخلي المنظار يلف ويبص على نفسه عشان نشوف عضله المريء من تحت، هل في ورم فيها لا قدر الله هو اللي ضاغط على المريء ولا لا. اتاكدنا ان مفيش ورم ضاغط على المريء. بعدها كان الاشتباه الاكبر مرض اكاليزيا. هل التشخيص كده نهائي؟ لا، محتاجين حاجتين كمان: قياس حركيه مريء واشعه باريوم عشان اعرف شكل المريء وهل عامل حاجه اسمها سيجمويد اسوفجاس ولا لا. قياس حركيه المريء هو عباره عن انبوبه بتعدي من مناخير المريض لحد معدته وتكون معديه في المريء، ونطلب من المريض يشرب 3 أو 4 كوبايات ميه ونشوف حركه المريء وانقباضها هل بتنقبض مظبوط ولا لا. ده مهم جدا عشان بيحدد نوع الاكاليزيا اللي عند المريض. نوع الاكاليزيا بيفرق في نوع العلاج. احنا عندنا 3 انواع من الاكاليزيا. اول نوع هو النوع الاول. النوع الاول ده بيبقى مفيش انقباض خالص في عضله المريء. النوع الثاني بيبقى فيه انقباض جامد في عضله المريء لكن مش بروجريشن، مش بيخليها تنقبض بالطريقه دي، ده منقبض كله فبالتالي المريض ما بيعرفش يبلع. النوع الثالث بيبقى انقباض جامد قوي في المريء من تحت وواخد جزء كبير من عضلات المريء. ده المرض ده الاخطر فيهم، اللي هو ما بيستجيبش للعلاجات القديمه، حتى الجراحه ما كانش بيستجيب ليها. ده ملوش حل غير عمليه البوينت. تاني حاجه بنعمل حاجه اسمها اشعه باريوم. اشعه الباريوم هو عباره عن ماده بيضاء المريض بيبلعها ونشوف هل الاكل مجمع في المريء وشكل المريء عامل ازاي. لو المريء مستقيم يبقى احنا كده الدنيا تمام وهيستفيد ان شاء الله من الجراحه او البوينت. طيب لو المريء عامل شكل سيجمويد، عامل حرف الاس متمدد كانه زي القولون، المرضى دول بيبقوا اصعب في الاجراء، اصعب في الجراحه، ونسبه نجاحهم اقل شويه، لكن برضه نسبه عاليه مع عمليات البويم بعد ما بنعمل ونشق عضله المريء. طب ايه العلاج؟ طيب العلاج الدوائي للاسف نتائجه ضعيفه جدا، اقل من 1% بيجيب نتيجه مع المرضى دول. طب ايه هي الحلول الفعاله؟ حل البوتوكس، بنحقن العضله بتاعه المريء بالبوتوكس. حل مؤقت نتيجته قصيره قوي. طب بستخدمه ليه؟ بستخدمه في المرضى اللي هم حالتهم تعبانه جدا، خاسس جامد جدا، ما ينفعش يعمل جراحه، كحل مؤقت العيان ياكل ويشرب يتخن شويه عشان ابتدي اشوف حل ليه لموضوع الاكاليزيا. الحل الثاني التوسيع بالبالون الهوائي، لا نيوماتيك بالون دايلاتيشن. ده من اقدم وانجح الطرق، نسبه النجاح من 50 ل 70%. احيانا بيحتاج تكرار لان انت بتدخل بالونه من الفم لحد العضله تنفخها بمقاس معين. احنا عندنا 3 مقاسات: مقاس 30، مقاس 35، مقاس 40. فانت غالبا هتحتاج ال3 مقاسات وبالترتيب ده. نحتاج بالونه هواء مش بالونه ميه، بعض المراكز بتستخدم بالونه الميه لانها الاكثر توافرا. الكلام ده مش هينفع خالص لان اكبر بالونه ميه مقاسها 20 والمريض ده محتاج اقل مقاس بالونه 30 عشان العضله تتمزع فبالتالي الاكل يعدي. مناسب للي سنه كبير شويه فوق 60 سنه. السن الاصغر بيبقى العضله بتاعته قويه ما بتتمزعش قوي بالبالون الهوائي، ومشكلته انه بيحتاج تكرار، حتى لو جاب نتيجه في الاول بعد سنين بيحتاج يتكرر مره واثنين وثلاثه. حل برضو بالاكاليزيا الجراحه، ده الطريقه التقليديه والقديمه اللي هي الهيلر مايوتومي. عندنا يا اما فتح جراحي عن طريق الشق او بالمنظار عن طريق 4 5 فتحات، بس برضو فتح في البطن. بيبتدي في العمليه دي بيقطع عضله المريء، بيشقها بحيث ان العضله تتفتح ويبتدي يعمل حاجه اسمها فاندوبلايكيشن عشان يخلي الحموضه اقل. نسب نجاحها كانت عاليه جدا. ده الطريقه التقليديه اغلب الناس كانت بتعملها، لحد دلوقتي لسه بتتعمل عشان ارخص.
بس زي اي عمليه جراحيه فيها فتح، فيها مخاطر الجراحه، فيها درنقه، فتره التعافي بتاعتها اكبر حتى لو الفتحات صغيره. وعندنا كانت نسبه من 10 ل 20% ناس ما بتستجيبش ليها، واكتر ناس اكتشفنا ان هم ما بيستجيبوش ليها هم النوع الثالث من مرضى اكاليزيا. الاحدث والادق عمليه البويم. التطور اللي في المناظير خلانا نقدر نعمل نفس الفكره من غير اي فتحه جراحيه، عن طريق الفم من غير جروح خالص. احنا استخدمنا تقنيه الفراغ الثالث، هي عمليه بالمنظار بدون جراحه خارجيه، بنعتمد على فكره الفراغ الثالث. ايه فكره الفراغ الثالث؟ الامعاء بتاعتنا عباره عن 5 طبقات، احنا بنعمل طبقه ما بين الطبقه العليا والطبقات السفلى اللي هي العضلات، ونخش في الطبقه دي بالمنظار، نبتدي نعمل الاجراء اللي احنا عاوزين نعمله، سواء اورام نشيلها، سواء شق للعضله بنشقها، بنعمل كل الجراحه دي ونرجع نخش من الفتحه اللي دخلنا منها نقفلها بكليبسات. فانت كده عملت الجراحه من غير اي فتحات خارجيه وعن طريق الفم. ببساطه احنا بنعمل فتحه في جدار المريء ونعمل نفق بنخش فيه بالمنظار ما بين الطبقه الخارجيه لنسيج المريء والطبقه الداخليه اللي هي العضله، بنخلي العضله ما بيننا والتحتينا والطبقه الخارجيه دي فوقينا، وبنعمل النفق اللي هو الفراغ الثالث ما بينهم لحد ما نوصل للعضله السفليه، وبعد كده نبتدي نقطع العضله السفليه ديت او نشق العضله السفليه ديت عشان المريض الفتحه بتاعته تفتح فيفضل يعرف الاكل يعدي. اول خطوه بنعمل شق في جدار المريء الخارجي زي ما احنا شايفين كده، فالشق ده نقدر نخش منه النفق بتاعنا. نبتدي نعمل النفق بتاعنا زي ما احنا شايفين، دي طبقه الميكوزا اللي هي الطبقه الخارجيه للمريء، واللي تحتينا دي طبقه العضلات. بنعمل النفق لحد ما نوصل للعضله السفليه. لو قابلنا اي شريان او اي وريد بنكويه بالاجراء بتاعنا، برده ما فيش جرح، ما فيش وجع، ما فيش خياطه. بنوصل لحد العضله السفليه زي ما احنا شايفين كده، العضله بتبقى سميكه جدا، بنشق العضله فبالتالي بنخلي الاكل يعدي بسهوله. زي ما احنا شايفين كده طبقه العضله كانت سميكه جدا، والحمد لله قدرنا نشقها بحيث المريض يقدر ياكل وما يبقاش الانقباض بتاع العضله القويه ده مانع ان الاكل انه يعدي. طبعا شايفين الفرق ما بين قبل وبعد، في فرق كبير جدا، العضله وسعت كده، الاكل والشرب يقدر يعدي، فبالتالي المريض يبتدي ياكل ووزنه يزيد من غير ما يحصل له مضاعفات. اخر حاجه بعد ما نخلص خالص بنقفل المكان اللي احنا دخلنا منه بكليبسات، بناخد كذا كليبس. الكليبسات دي كانها زي خياطه بس داخليه من غير وجع من غير خياطه، فبالتالي المريض بيتحسن جدا وبيبتدي يشرب وياكل والدنيا تبقى افضل بكتير. عملنا عمليه جراحيه، هي المفروض انها عمليه كبيره بس هي مينيمال انفيزيف، ذو تدخل بسيط عن طريق المنظار. المريض بيبدا سوائل تاني يوم على طول، ممكن نقعده يوم او يومين حسب الحاله، بيرجع لطعامه الطبيعي خلال اسبوعين. اول يومين ما يبقاش فيه اكل، بياخد محاليل، بعد كده بيبتدي ياخد اكل خفيف سوائل لمده اسبوع. تاني اسبوع نبتدي ناخد حاجات سيمي سوليد، حاجات مضروبه في الخلاط، جيلي، كاستر، مهلبيه، الكلام ده كله تمام. بعد الاسبوعين يبتدي ياكل اكلات عاديه، بعد شهر يبتدي ياكل عادي خالص حتى الحاجات الصعبه زي اللحمه والعيش. نسب النجاح عاليه جدا. اشهر عرض جانبي ليها هي الحموضه، وبتتعالج بادويه سهله جدا، وكون ان حصل حموضه معناه ان العضله فعلا اتشقت، فبقى التاني بقى بيحصل حموضه، بقى الحمض بيرجع لان العضله كانت قافله قبل كده، دلوقتي فتحت، فالمريض بيتحسن جدا بالنسبه للاكل والشرب. نصيحه مهمه، علاج الاكاليزيا محتاج مركز متخصص عنده خبره في الثيرد سبيس اندوسكوبي. ليه الكلام ده؟ لان الاجراء ده اجراء ذو تدخل بسيط لكن محتاج ادوات كتيره جدا. زي ما انتم شايفين كده كل الادوات دي احنا محتاجينها تبقى موجوده في المركز عشان نعرف نشتغل الكلام ده، والادوات دي تبقى سيتلد موجوده، مش نأجرها ما بين الحاله والثانيه. عشان كده الثيرد سبيس اندوسكوبي مش منتشر قوي، اللي بيشتغلوا قليلين قوي في مصر. احنا بدأنا من زمان جدا فيه، وخدنا كورسات من 2013 وابتدينا اول شغل في مصر في 2015. احنا قعدنا سنتين عشان نعمل السيت اب بتاع الثيرد سبيس اندوسكوبي، وبقى عندنا خبره. احنا تقريبا بقى لنا اكتر من 11 سنه بنشتغل في الثيرد سبيس اندوسكوبي بكل اجهزاته وبكل تكويناته. طبعا اللي اخترع الاجراء ده البويم دكتور إينيو، ده دكتور ياباني اصلا جراح وبدا يشتغل في المناظير، وجات له فكره ان احنا نقطع العضله او نشق العضله عن طريق المنظار بدل ما اعملها بالحل الجراحي، لان الجراحين كانوا بيخافوا يوصلوا لحد اخر المريء لا يحصل خرم او برفوريشن. فبالتالي قال طب ما نقطع بالطريقه بتاعه البويم، وفعلا الموضوع ده كان بدا يجرب على الحيوانات الاول، واول حاله نشرها كانت في 2010، وانا في 2013 كنت عنده في احد الكورسات في امريكا، وخدنا الكورس وقعدنا سنتين عقبال ما قدرنا نبتدي شغل الثيرد سبيس او المناظير الفراغ الثالث، واحنا عاملين اكتر من مئات الحالات ونسب النجاح عاليه جدا. البويم نسب نجاحها على مستوى العالم تعدي ال 99%، ودكتور إينو عامل حالات كتير جدا بالالافات. وفعلا دلوقتي الجايد لاينز سواء الجمعيه الاوروبيه سواء الجمعيه الامريكيه سواء اي مكان بتنصح بالبويم لو في مكان مجهز وخبير يقدر يشتغل الاجراء ده. معانا تقدر تتعالج بامان، ممكن تعمل منظار في اي مكان، لكن الجوده والدقه والتقنيات الحديثه هتلاقيها في مركز دكتور احمد جلال. احنا اول مركز مناظير يحصل على اعتماد الجهار اللي هي هيئه الاعتماد والرقابه الصحيه. كلمنا او بعت لنا واتس واحجز، اتعالج بجوده انت تستحقها.